بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بألف خير. كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. إن شاء الله النهاردة معايا فيديو هنتكلم على اللحوم العجالي البلدي، إزاي نطبخها وإزاي نقطعها ونشوف مع بعض كده. طبعا يا جماعة احنا اللحمة احنا النهاردة معايا نص عجل، هنذبحه هنقطعه وهنسويه مع بعض. نبدأ أول حاجة بنجيب اللحمة، وطبعا كان في كفتة وكان في لحمة، واحنا بنقطع اللحمة بنطلع منها اللي هي الحتة اللي بتكون فيها دهنة أو محملة بدهن بلحم كده، ديت بنقطعها للكفتة. أما العروق أو العروق الفيليتو أو العروق اللي هي التانية أو اللحمة الحمرا ديت، طبعا ديت بنسيبها للسليق، تطلع في كنواب في الوجبة يعني. فبنجيب اللحمة نبدأ في حاجة بنسميها في الطباخين بنموز اللحمة. نموزها يعني نخليها زي موز كده، عشان واحنا بنسويها بعد ما تستوي نبدأ نشكلها، وفي التقطيع بتطلع طرنشات كده أو قطع دائرية كده تتحط في الوجبة، بتكون شكلها جميل وبتكون كبيرة كده. فبنجيب اللحمة زي ما حضراتكم شايفين، الحتة اللي فيها دهنة بنشيل الدهنة بره كده، حتة فيها دهنة بلحمة بنحطها في الفرن، اللحمة بنسلقها للوجبات. بنقطع اللحمة طبعا، وبيكون معايا حلة. بعد ما بنقطعها خالص بنجهز حلة وعلى طول نشفها بمية، ونكون مجهزين حلة كبيرة على النار لسلق اللحمة. دي طريقة النهاردة هنعمل مع بعض زي ما قلنا نص عجل ان شاء الله. هي العجل كان سمين شوية، نحاول نطلع السمين في ناحية كده، واللحمة اللي هي متلبسة للفرم والباقي للسليق. طبعا احلى حاجة الفرم يا جماعة اللي هي لحمة الرقبة. لحمة الرقبة جميلة جدا، اللي بتكون فيها عرق وبتعمل كفتة جميلة. بنحاول ننزل عليها منطقة من منطقة الدش، او يعني الحتة اللي هي بتكون في منطقة الدش في صدر الذبيحة، عشان طبعا ديت بتعمل تماسك للكفتة. نقطع اللحمة كلها مع بعض ونشوف هنعمل ايه مع بعض. قلنا بعد ما بنقطع اللحمة بنجهز حلة. دلوقتي في حلة على النار كبيرة، بنكون مالينها مية او تلات ارباعها مية كده، وعلى النار تكون بتفور. لازم اللحمة يا جماعة بننزلها على اللحمة على النار بتكون لحمة المية تكون بتفور او بتقلب من كتر من الغليان، تكون بتقلب، عشان طبعا اول ما اللحمة تنزل في المية تعمل زي صدمة للحمة وتحتفظ بالعصارة اللي فيها، وطبعا ما تعملش ريم على الوش وتعمل ريحة ولا حاجة. فمعلومة مهمة جدا ان واحنا نسلق اللحمة لازم المية تكون بتغلي. ما ينفعش تكون مية باردة ونبدأ نحط اللحمة ونستنى لغاية لما تغلي. دي طبعا هتعمل معانا وش او ريمة كبيرة على اللحمة، طبعا بتكون غير مستحبة. لازم اللحمة تكون مية تنزل في مية بتغلي. ادي اللحمة على طول نزلناها في شوية مية تتشطف شطفة بسيطة كده، وادي المية عمالة تقلب اهيت زي ما قلنا المية بتقلب. وادي كمية مقدار المية حوالي عن تلات ارباع الحلة مية، ما نخليش مثلا اقل ولا اكتر، لا تلات ارباع الحلة مية. ونبدأ نسقط اللحمة على طول. قلنا النهاردة ديت لحمة عجالي، لحمة بلدي. ديت طبعا لو هنعمل في البيت كيلو ولا حاجة برضو نفس الطريقة كده. يعني لو حضراتكم مثلا حد مشترك في ضحية او داخل في ذبيحة ولا حاجة، هي المية بتغلي ونبدأ نسقط فيها اللحمة. حتى لو كيلو نفس التكنيك كده، المية تغلي، اللحمة تتشطف على طول بعد ما تقطع بره او حاجة تتشطف، وبعد كده بشوية مية بس، وننزل على طول باللحمة على المية المغلية، ونبدأ نشوف البهاراتنا ايه. كده نضمن ان اللحمة بتكون جوسي من جوه، يعني ما فيهاش ما تكونش ناشفة ولا حاجة، بتكون محتفظة بالعصارة اللي فيها، عشان اول ما نزلت على المية السخنة خدت صدمة على طول فقفلت المسام
فبتبدأ تحتفظ بالعصارة الداخلية بتاعتها. وطبعا الريمة مفيش ريم بتظهر وش قد كده ولا حاجة، ولو في حاجة ظهرت حاجة بسيطة كده نبدأ نشيلها. ونجهز طبعا الخلطة بتاعة اللحمة. الخلطة اهي: روزماري وبصل وفلفل ورق لورا وطماطم وحبهان وليمون ناشف. وننزل بمعلقة صلصة حمرا كده عشان طبعا تدي للشوربة طعم ولون. وننزل بالخلطة الجميلة بتاعتنا ديت، والفلفل اخضر وبصل وفلفل، والبهارات معانا ورق لورا وحبهان وروزماري. ولسه طبعا البهارات اللي هي الناعمة اللي هي هتكون بقى فلفل اسمر وكمون و اللي هي مرقة او خلطة لحمة. بننزل دي كلها على اللحمة. ومعلومة يا جماعة، ما بنحطش لغاية دلوقتي، بنقعد نقلب او بعد ما تستوي خالص في الاخر بنحط الملح ما بنحطش في الاول. يعني اهي لغاية دلوقتي اللحمة ما حطيناش فيها ملح ولا اي حاجة، كل اللي حطيناها بهاراتنا اللي قلنا عليها والخلطة. وبعد كده بنسيبها لغاية لما تستوي خالص. خلاص قبل ما نطفي عليها بحاجة بسيطة نبدأ نضيف الملح. وهنحاول ما نكترش الملح في الشوربة عشان لو الملح كترت طبعا اللحمة بتكون حادقة وغير مستحبة. فبنحاول حتى نطلع اللحمة، حتى لو اللحمة تكون دلعة او مش فيها ما فيهاش ملح كتير، نعمل لها احنا التسبيكة بره او الصلصة بتاعتها ونزود لها ملح او نظبط الصلصة. ادي اهوت قبل ما نطفي على النار بحاجة بسيطة خالص، او قبل ما نطفي على اللحمة بحاجة بسيطة نبدأ نضيف الملح. يبقى احنا ما نحطش الملح في الاول ولا حاجة، لا الملح بنحط في اخر حاجة قبل ما نطفي على طول. يا دوب تاخد غلوتين مع بعض كده، وبعد كده نطفي النار عليها ونجهزها لي ان احنا ننشلها من الشوربة ونبدأ نرصها في صجان نعمل لها الخلطة بتاعتها. ادي اخر مرحلة اللي هي مرحلة الملح. نزلناه على اللحمة، ولا دي لحمة عجالي بلدي. وطبعا قلنا اللي هيعمل كيلو زي اللي هيعمل 10 كيلو زي اللي هيعمل 100 كيلو، هي كلها الطريقة واحدة، هي مفيش اي حاجة. اهم حاجة اللحمة المية تكون بتغلي زي ما قلنا، التكنيكات اللي احنا قلناها ديت. على طول بنطلع اللحم بعد ما استوت ونبدأ نجهز لها الخلطة. قلنا الخلطة عبارة عن بصلة مبشورة على طماطم. اول ما البصلة تحمر ننزل عليها بالطماطم، تاخد غلوتين، ننزل عليها فلفل اسمر وكمون والبهارات بتاعتنا والملح، وتتسبك شوية ونبدأ نرشها على اللحمة من فوق. طبعا ديت قطع لحمة كبيرة لسه بتتقطع تاني نواب. نبدأ نرش عليها من فوق الخلطة ديت وندخلها الفرن تطلع بالجمال ده. وطبعا اللحمة يا جماعة تخش الفرن على نار عالية مش نار هادية، نار عالية شوية عشان ما تنشفش، او نار متوسطة يعني عشان اللحمة ما تنشفش. ما نسيبهاش فترة طويلة في الفرن، يدوب تاخد تشويحة كده من فوق ونطفي النار ونطلعها على طول. بألف هنا وشفا، كل سنة وحضرتك طيبين. دي كانت حلقة النهاردة،